السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تانية ثانوي، يا رب دايما موفقين، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. دلوقتي موعدنا مع حل التقييم الأسبوع الأول فيزياء تانية ثانوي ترم تاني لعام 2026. أول سؤال كده يا دكاترة بيقول لي في الشكل المقابل الشغل المبذول بواسطة القوة التي يبذلها الشخص. طبعا الشخص بيشد الحبل الناحية دي، يعني القوة بتاعته الناحية دي، والثقل ده مرفوع إلى أعلى، عمال يتحرك كده أعلى، يعني الإزاحة الأعلى. فهنلاقي الزاوية ما بين القوة وما بين الإزاحة 90 درجة. تمام. طبعا احنا عندنا ان الشغل بيساوي القوة في قيمة الازاحة في كوزين الزاوية اللي ما بينهم، فالزاوية اللي ما بينهم 90 كوزين 90 بصفر، يبقى الشغل بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، فالإجابة رقم ج. سؤال رقم اتنين بيقول لي أي الأشكال البيانية الآتية يمثل العلاقة بين الشغل المبذول على جسم بواسطة قوة ثابتة تؤثر عليه والزاوية سيتا. طبعا خد بالك طالما الشغل وزاوية سيتا ما تختارش أصلا أي علاقة ثابتة خالص. تمام. والإزاحة مع ثبوت إيه؟ إزاحة الجسم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والله هنا لما الثيتا تكون بصفر المفروض إن الشغل بيكون قيمة عظمى، وكده بيقل تدريجيا كده، بيصبح الشغل بصفر لما نروح عند زاوية كام؟ 90 درجة، فالإجابة الصحيحة هنا رقم د. سؤال رقم 3 بيقول لي وضح الشكل البياني المقابل العلاقة بين القوى الأفقية F التي تؤثر على جسم ومقدار الإزاحة دي التي يتحركها الجسم بفعل هذه القوة. فيكون الشغل المبذول على الجسم عندما تكون الإزاحة 5 متر. والله أنا عندي القوة هنا وعندي هنا الإزاحة. تمام. لما نلاقي العلاقة ما بين القوة والإزاحة نقدر نجيب الشغل بيانيا إزاي؟ يعني نجيب المساحة اللي تحت دي 5 في 8، تمام، يدينا 40 جول، فالإجابة الصحيحة رقم. سؤال 4 بيقول لي يؤثر على جسم موضوع على سطح أفقي أملس قوتان أفقيتان قوة مقدارها 9 نيوتن في اتجاه اليمين، وقوة مقدارها 3 نيوتن في اتجاه اليسار. طبعا القوتين عكس بعض، فنروح نجيب المحصلة بتاعتهم. المحصلة هتبقى 6 وفي اتجاه الكبير 9 ناقص 3 يدينا 6. إذا تسببت القوتان في إزاحة الجسم أفقيا، الجسم هيتزاح أفقيا طبعا ناحية الكبيرة كده، إزاحة 2 متر. كده القوة والإزاحة مع بعض في نفس الاتجاه، فاحنا بنجيب الشغل نقول له بيساوي القوة في الإزاحة في كوزين الصفر. كوزين صفر دي بواحد. طب القوة أصلا بستة بقى، ما احنا جبنا المحصلة بستة، في الإزاحة اللي هي باتنين، 6 في 2 يدينا 12 جول، فالإجابة رقم ج. دول ثانيا الأسئلة المقالية. احسب الشغل الذي تبذله طفلة تحمل دلو كتلته 3000 جرام. تمام. الكتلة بتاعته 3000 جرام، وتتحرك به إزاحة مقدارها 10 متر في الاتجاه الأفقي. يعني لو افترضنا إن دي الطفلة، تمام، شايلة الدلو ده كده على إيديها وبتتحرك أفقيا. شايلاه على إيديها يعني القوة لفوق، بتتحرك أفقيا يعني الزاوية كده كام؟ 90 درجة. يبقى أول 10 متر دول الشغل فيهم هيكون بصفر، لأن الزاوية 90 وإحنا عارفين إن كوزين 90 هيساوي صفر. ثم احسب الشغل الذي يبذله طفل لرفع دلو له نفس الكتلة إزاحة مقدارها 10 سنتيمتر في اتجاه الرأسي. هنا بقى الطفل ده، تمام، هيمسك الدلو ويطلع بيه لفوق. هو كده كده رفعه لفوق بقوة تساوي قوة وزنه. هي الوزن بتاعه بيساوي يا دكاترة، الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، والوزن يعتبر هو قوة الجسم أصلا. الكتلة معانا ب 300 جرام، يعني 3 من 10 نقسم على 1000 عشان نخليها بالكيلو جرام، والجي ب10. تمام. وهنرفعها لفوق 10 سنتي، يعني 1 من 10 متر. السنتي دي نحولها لمتر، فيبقى احنا كده نقدر نجيب مين؟ احنا كده بنجيب الشغل، لأن هنا الإزاحة ودول مع بعض القوة، وزي ما اتفقنا لما يتحرك رأسيا لأعلى فالإزاحة هتبقى الأعلى والقوة هتبقى الأعلى. فكوزين صفر وكوزين صفر دي بكام؟ بواحد. 1 من 10 في 10 يديني واحد، دول يطيروا بعض بواحد، يبقى يطلع لي 3 من 10 جول. حل مجموعة بي بيقول لي رجل يدفع حائطا ولا يتمكن من إزاحته. والله طالما القوة ما قدرتش تحرك الجسم، تمام، بيكون الشغل بصفر، أو لا يبذل شغل، يعني لا يبذل شغل على الإطلاق. طب يتحرك جسم صلب مسافة 10 متر في خط مستقيم تحت تأثير قوة مقدارها، ادي القوة 5 نيوتن، وهنا ده بيتحرك إزاحة كام أو مسافة 10 متر. إذا كان الشغل المبذول بواسطة هذه القوة على الجسم يساوي 25 جول، ده الدبليو، فإن الزاوية، احنا عارفين إن الدبليو بتساوي مقدار القوة في مقدار الإزاحة في كوزين الزاوية. طيب الشغل ب25 جول، القوة 5 نيوتن، الإزاحة 10، كوزين السيتا. طب 5 في 10 دول 50، نقسم هنا على 50 ونقسم هنا برضو على 50، دول طبعا هيروحوا مع بعض. 25 على 50 يدينا نص، الزاوية للكوزين بتاعها بنص 60 درجة. يبقى كده الزاوية التي تصنعها القوة مع اتجاه حركة الجسم
60 درجة. في الشكل المقابل يسير رجل كتلته 70 كيلو جرام على رصيف أفقي مسافة، راجل ماشي 70 كيلو جرام، كتلته 70 كيلو جرام على رصيف أفقي مسافة، الشغل لازم تبذله قوة وزنه، وزن الرجل بيأثر لأسفل، تمام، والإزاحة بتاعته كده، فالزاوية ما بينهم 90 درجة، فاحنا عارفين ان الدبليو تاني بتساوي الاف في الدي في كوزين الزاوية اللي ما بينهم، اللي هي تبقى كوزين 90، وكوزين 90 قلنا بصفر، فالناتج كله هيطلع لي ايه في الاخر؟ هيطلع لي 0 جول، فالإجابة الصحيحة رقم د. سؤال 4، أثرت قوة مقدارها 100 نيوتن، تمام، دي القوة اللي هي الاف، على جسم فحركته إزاحة مقدارها 2.5 متر، دي الإزاحة في مستوى أفقي. إذا كانت القوة تميل بزاوية 30 على العمود المقاوم على اتجاه حركة الجسم، يعني نفترض إن ده الجسم بيتحرك كده، تمام، وهنا إذا كانت القوة تميل بزاوية 30، ده العمود، القوة كده عاملة زاوية 30، دي القوة هي الإف، يبقى أكيد ما بينها وما بين الإزاحة كام؟ 60 درجة، فإن الشغل المبذول الدبليو هيساوي الإف في الدي في كوزين 60 درجة. الاف معانا ب100 في 2.5، كوزين 60 دي بنص اصلا، 100 في 2.5 يعني 250، تمام، 250 في نص يعني ادينا 125 جول. سؤال 5 بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الشغل الدبليو والإزاحة، طبعا لما نقسم الدبليو على الدي، تمام، وهو يديني الاف طبعا كوزين سيتا، تمام، يعني الميل دلوقتي الميل بيساوي الرأسي على الأفقي. جبت الكلام ده منين؟ ما احنا عارفين ان الدبليو بتساوي الاف في الدي في كوزين السيتا، فانا عشان اجيب الدبليو على الدي هيتبقى لي اف كوزين سيتا، يبقى دي الميل، اف كوزين سيتا بتساوي الميل. الميل بنجيبه ازاي؟ قيمة من الرأسي على قيمة من الأفقي طالما احنا بادئين من الصفر، فناخد 100 على 20، 100 على 20 دي يا مستر فيها الخمسة، يبقى اف كوزين سيتا، هو قايل ان السيتا عندي ب60 درجة، يعني كوزين 60 بتساوي 5. طب كوزين 60 دي بنص، نقسم هنا على نص ونقسم الخمسة على النص، 5 على نص يطلع لنا 10 ايه؟ 10 نيوتن، تمام، يبقى كده مقدار القوة ب10 نيوتن. مجموعة سي بيقول لي انطلق قطاران A و B كتلتيهما على الترتيب متر و3 متر من السكون، يتحركان في خط مستقيم تحت تأثير قوتين محصلتين ثابتتين، بحيث يصل كل منهما إلى نفس السرعة بعد زمن مقداره t، فإن النسبة بين مقداري الشغل الذي تبذله القوة المحصلة المؤثرة على كل من القطارين، تمام، WA إلى WB عند قطعهما نفس المسافة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وده دلوقتي بيقول لك هما الاتنين انطلقوا مع بعض والكتل بتاعتهم M و3 M، والاتنين بدأوا من السكون. احنا دلوقتي نكتب بس لنفسنا كده القانون، احنا عايزين ال WA على ال WB. هي ال WA أصلا بكام؟ القوة في الإزاحة، تمام، القوة بتاعت A في الإزاحة بتاعت A، وهنا برضو القوة، تمام، بتاعت B في الإزاحة بتاعت B. هو قال لك إذا كان الاتنين عند قطعهما نفس المسافة فشيل الدي مع الدي، يتبقى لنا اف ايه على اف بي. طيب هترجع بقى لايه؟ لقوانين نيوتن اللي انت خدتها في الايه في الفصل الاول. القوة كانت بتساوي الكتلة في العجلة، تمام، الكتلة الأولانية ام، ده ام و3 ام، مش متر و3 متر، لا ده ام و3 ام، تمام، في العجلة، في العجلة بتاعت مين؟ في العجلة بتاعت ايه؟ طيب هنا الام برضو، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، 3 ام في العجلة بتاعت مين؟ في العجلة بتاعت بي، الام تروح مع الام يبقى لي 1 على 3 في العجلة بتاعت ايه؟ على العجلة بتاعت بي. هو قال لك تحت تأثير قوتين ماشي، بحيث يصل كل نفس السرعة، يعني السرعة النهائية بتاعتهم ثابتة. تعال نجيب العجلة كده بتاعت ايه؟ السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن، العجلة بتاعت بي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن. هو قال لك ان الاتنين بدأوا من السكون، فالفي اي اللي هي السرعة الابتدائية هنا بصفر وهنا بصفر. طيب الاتنين وصلوا لنفس السرعة خلال إلى نفس السرعة بعد زمن مقداره تي، ماشي، يعني العجلة هنا في اف على تي في اف على تي، يعني العجلة نفس العجلة أصلا، فدي هتطير مع دي، يبقى النسبة كلها تطلع كام؟ 1 على 3، فالإجابة هنا رقم ألف. سؤال 2 بيقول لي تؤثر قوة مقدارها اف على جسم فتحدث له إزاحة دي، أي من الزوايا الآتية بين اتجاهي القوة والإزاحة ينتج عنها أكبر شغل مبذول؟ أكبر شغل، تمام، يبقى احنا عايزين أقل زاوية، أقل زاوية ممكنة هي كام؟ 30 درجة. 90 ده هيجيب لي صفر، 60 ده يجيب لي نص،
45 هيجيب لي اقل. كل ما الزاويه اللي قدام الكوزين ما تقل كل ما قيمتها بتزيد. ليه؟ لان كوزين الصفر بيساوي كام؟ بيساوي 1. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي شخص يدفع جسم بسرعه منتظمه مقدارها، تمام، السرعه منتظمه لمده 10 ثواني على سطح افقي خشن. طيب معايا سرعه ومعايا زمن، فاقدر اجيب الازاحه المفروض بتساوي السرعه في الزمن، لان احنا عارفين السرعه بتساوي الازاحه على الزمن، تمام. فالازاحه بتساوي السرعه في الزمن، 2 في 10 ب20 متر. فاذا علمت ان قوه الاحتكاك بين الجسم والسطح تساوي 20، فان الشغل المبذول، بص بقى، لو الجسم ماشي بسرعه منتظمه ده معناه ان القوه اللي بتشده بتساوي قوه الاحتكاك، يبقى كده اكيد القوه اللي بتحركه كانت كام؟ كانت 20 برضه، والمسافه 20. فعايزين الشغل المبذول هيساوي 400 جول. ليه؟ ضربنا الازاحه اللي هي 20 متر في القوه اللي هي 20. سؤال 4 بيقول لي يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين الشغل، مديني علاقة ما بين الشغل وما بين كوزين سيتا. لما اقسم الشغل على الكوزين سيتا اديني الاف دي. ده مين؟ ده الميل، تمام. ماشي. فإن ميل الخط الاف في الدي، فالإجابة هنا رقم ألف. الأسئلة المقالية: عربة حديقة كتلتها 20 كيلو جرام تتحرك تحت تأثير قوة شد 50 نيوتن، تصنع زاوية 60، فإذا تحركت العربة إزاحة 4 متر. ده دي احسب الشغل المبذول بواسطة القوة مع إهمال قوة الاحتكاك. طبعا الدبليو بتساوي الاف في الدي في كوزين السيتا، تمام. الاف القوة اللي بتشدها 50، تمام. طيب الدي اتحركت 4 متر، كوزين مين؟ كوزين 60 درجة، كوزين 60 بنص، 4 في 50 دي ب200، فنص يدينا 100 ايه؟ جول. طبعا الكتلة هنا ملهاش أي لازمة خالص، تمام. كده أنهينا التقييم الأول، ونتمنى إن حضراتكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.